رسالة للأستاذ المحترم اللي مسرح على طيشه علشان يتقصوا أخبار ويوصلوها له. لو سمحت ركز مع رجالتك شوية، اضغط عليهم شوية، دوس عليهم شوية. رجالتك يا بيه مش شايفين شغلهم كويس. الناس ما بتجيش تتقي الله في شغلها ولا في أكل عيشها. يعني مش كفاية لا مبدأ ولا شرف ولا رجولة ولا أي حاجة خالص، وكمان ما فيش ضمير في الشغل، ما فيش ضمير في أكل العيش. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الرجالة بتاعتك يعني ينفع مثلا آخر موقف ده، يعني مثلا اخر موقف في واحد من البهوات بتوعك في اخر مكالمه انا بتكلمها معاه خاصه بالموضوع بتاع القاهره بتاع مصر. الموضوع ده انا اتكلمت معاه في الموبايل طبعا على اساس ان هو يعني هيوصل لك الاخبار وهيسمعك مثلا المكالمه زي ما بيعمل كالمعتاد. اللي عرفته بقى ان المكالمه دي ما وصلها لكش. طب ينفع كده رغم ان انا كنت جايل فيها كلام مهم جدا على اساس انه هيوصله لك؟ كلام مهم فعلا، يعني في مواضيع واحداث حصلت كنت جايلها له في التليفون، هو بيتصل بيا طبعا عشان يعرف الاخبار وكده ويتقصى الحقائق. فهو بيكلمني قلت له على الموضوع ده. اللي عرفته بقى ان هو ما وصلكش المكالمه دي، ما سمعكش المكالمه دي. طب ينفع كده؟ بص، عشان اوفر عليك وبدل ما دماغك تفضل تودي وتجيب ولسه هتفكر ولسه هتتصل ولسه هتسال، فانا هوفر عليك التعب ده كله وهقول لك نبذه كده يعني عن الموضوع. اسال وقول له السفريه بتاعت القاهره اللي كريم سافرها اخر مره عمل فيها ايه. انا جاي له فيها على كل التفاصيل، بس ما اعرفش ليه هو ما سمعكش المكالمه دي او ما قالكش عليها زي ما هو متعود طبعا دايما. يعني ايه كل المكالمات اللي هو بيتصل بيها ويسجلها دي ويروح يوصلها لك وكده والقصه دي. ما اعرفش ليه ما وصلكش المكالمه دي رغم ان انا جايل فيها كلام، او ممكن يكون عشان قلت فيها كلام كويس في حقك مثلا. يعني عشان المره دي غلطت كده، يعني انا من غير ما اقصد قلت فيها كلام كويس في حقك كده، نسيت ان هو كان بيسجل كالمعتاد، فقلت فيها ممكن عشان كده ما رضاش يوصل لك المكالمه دي. عموما للناس برضو اللي بتشوف الفيديو يا جماعه ما تستغربوش، يعني ده موضوع كده ايه. موضوع العصفير ده بقت شغلانه شريفه، يعني بيتعبوا فيها بعرقهم وبشقاهم وياكلوا عيشهم وكده، فشغلانه بقت شغلانه شريفه يعني وكده، وفي ناس بتشتغلها، فما تستغربوش من الكلام اللي انا بقوله ده. المهم ابقى اسال الشخص ده على السفريه بتاعه القاهره، قول له السفريه اللي سافرها كريم القاهره دي في اخر سفريه سافرها عمل فيها ايه، وشوفوا هو هيقول لك ايه. مش نراعي شغلنا ونراعي اكل عيشنا، واللي يعصفر يعصفر بضمير. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني انتوا كده كده ارتضيتوها وبتعصفروا، فعصفروا بضمير. يعني خلي عندكم ضمير في العصفير بتاعكم، ما يبقاش عصفير وقلة ضمير. يعني الأستاذ البي المحترم بتاعكم ده لو الناس دي مش شايفة شغلها، يعني شوف لك حل معاهم، أو ممكن مثلا تشوف حد غيرهم. الدنيا مليانة، يعني في ناس كتير. احنا دلوقتي الزمن اللي احنا فيه ده، يعني الناس بالعبيط تتطوع في حكاية زي كده. بقوا أكتر من الهم على القلب. 500 جنيه هتجيب انضف واحد يشتغل لك الشغلانه دي، واحسن منهم بكتير، احسن من الناس البهوات اللي قاعده مش شايفه شغلها دي. فلو سمحت شد على الناس بتاعتك شويه، خليهم يراعوا ضميرهم. واسال الاستاذ اللي ما سمعكش المكالمه دي، لان انا جاي فيها كلام مهم، جاي فيها كلام مهم فعلا عايزه كنت عايزه اوصله لك يعني. فشد على الناس بتاعتك شويه علشان يراعوا اكل عيشهم في الشغل بتاعهم. ما يبقاش عصفير وقلة ضمير، عيب كده، ما ينفعش. شد على الناس بتاعتك شوية، او غيرهم او بدلهم او شوف لك حد غيرهم. يعني المهم اتصرف معاهم علشان لما يشتغلوا يشتغلوا بضمير، ولما يوصلوا لك كل حاجة زي ما انا بقولها بالظبط. يعني ما يبقاش ايه، ما يداروش حاجة. في حاجات مثلا هما بيزودوا عليها ويقولوها وبيجيبوا من عنديهم ويقولوا كده على اساس ان هما يعني يكسبوا بنط عندك على جفايا وكده وكده كده هما بيسترزقوا. يعني الواحد يعني ايه سايبهم كده لله على اساس ان هما بيسترزقوا على جفانا. يعني حاجة كويسة ان احنا نكون سبب في اكل عيش الناس دي، فدي حاجة يعني كويسة احنا ارتضيناها وتمام. بس ما يبقاش يعني ايه شغل مثلا وقلة ضمير في الشغل بتاعهم. فخلي يعني شد عليهم شوية، خليهم يراعوا ربنا في اكل عيشهم. ماشي. والله العظيم يا جماعة الواحد قاعد في بيئة كده وفي مجتمع، يعني عايش في مجتمع. أنا مش عارف، يعني أنا مش فاهم على إيه يعني الناس دي تافهة للدرجة دي وفاضية للدرجة دي. ده الواحد لو شغال مع الموساد الإسرائيلي أنا متهيألي مش يعني مش هيلاقي ناس فاضية كده وتعمل معاك كده. والله العظيم ربنا يكون في عونهم، والله ناس مساكين والله غلا. بدعي لهم الله ربنا يهديهم ويشفيهم ويصلح حالهم، ولو هداهم هنرتاح احنا. هنرتاح من جرى، يلا ربنا يهديهم.